سكة تيفال بعد الكلمة بتاعة الجميلة ديت، بعد الزمن كبير جدا رجعنا تاني للترابيزة الحلوة بتاعتنا اللي متعودين عليها بعد فيديوهات السفر والأكل اللي احنا متعودين عليها، ولا تشتروا مكوى البخار الستيمر. هنشوف مميزات وعيوب دي ومميزات وعيوب دي، وهنكوي بالاتنين التيشيرتات ونشوف أنهي الأحلى وأنهي الأحسن. بس خليك عارف ومركز معايا إن أنا هعرض بالترتيب مميزات ديت بالترتيب ومميزات دي بالترتيب. مكوى أول ما تفتحها فيها ده محتويات المكوى، مفيهاش أي افتكاسة، فيها ورق جورنان ملوش لازمة، فيها كتاب كبير جدا. أنا مش عارف ليه محتاجين كل الكتالوج ده لمكوى أيا كان، وده كمان أهو الحاجات دي. المهم أنا جايبها من المرشدي، أقول لكم على سعرها، عاملة 1200 جنيه. أول حاجة فيها زرار لما بتدوس عليه من هنا بيرش مية الحته دي. تاني حاجه فيها 3 مستويات، الثلاث مستويات اللي انت شايفهم دولت لو جبت مؤشر على البتاع اللي في النص وتيجي تدوس على البتاع اللي تحت دوت يدي قوه بخار دافعه زي البوكس. لو حطيناها ناحيه الشمال، ناحيه الشمال ده بيطلع بخار اوتوماتيك ما بيقفلش. لو جبناها على اليمين ما بيثبتش. اللي على اليمين دوت لو انت عايز تبقى ماشي مشغل البخار وتفضل دايس يمين طلع بخار كتير. اول لما تشيل صباعك يفلت البخار. في البقره ديت حاجات كتير جدا، عندنا للصوف وللحرير وللقطن وللكتان. طبعا هنجرب الحاجات دي عملي قدامكم ونشوف بتتعمل ازاي. المكوى الستيم البخار هنجربها برضه تشوفوها، بس امكانيه من امكانياتها انها خفيفه جدا، تقدر تاخدها وتسافر بيها في كل حته، تبقى سهل انك تشيلها، ما بتاخدش اي مساحه، ما بتاخدش اي مكان. هو ده بس اللي بيتملي ميه، ولما بيتملي ميه بتركبه وبس كده. تاني حاجه ما فيهاش غير زرار من قدام، لما تيجي تدوس على ده وتنزله لتحت تفضل مطلعه بخار متتالي، بتاعت البخار من هنا اهي، والزرار من ورا للتشغيل. ما فيهاش اي افتكاسه. اول حاجه تعالوا نجرب المكوى ديت كوي عامله ازاي. لازم نملى التانك ده ميه، ودي برضو فيها تانك بيتملى ميه كده اهوت. نبتدي نشغل المكوى. بصوا المكوى بتطلع بخار ازاي. نمسك كده وننزل واحدة واحدة بالراحة زي ما انت شايف كده. انا اوريكم الفرق ما بين الحتة اليمين والحتة الشمال. نفس الكلام وانا بكوي التيشيرت السودا اهو. نمسك كده وننزل واحدة واحدة بالراحة زي ما انت شايف كده. انا اوريكم الفرق ما بين الحتة اليمين والحتة الشمال كده. شايف الفرق معايا عامل ازاي؟ الفرق ما بين الحته المكسره والحته المكويه. يا سلام، هي ناعمه جدا. بصوا دي ووو جامده جامده. واو، بتدي دفعه. الاتنين حلوين جدا. هل انت هتختار ايه؟ دي كان ب 600 قبل الغلا، دلوقتي عامله 2000 وشويه. الماكو ديت عامله 1200 جنيه عرض من تيفال، وحلوه جدا. زي ما انتم ما شفتوا الاتنين بيكوا كويس جدا. بس لو جيت رجعت معايا الامكانيات زي ما انت ما شفت، ممكن تبخ ميه من قدام، بتتملي ميه من ورا زي ما انت ما شفت، فيها 3 برامج في الصباع، فيها بخة ميه ببواني زي ما انت ما شفت بالزرار اللي هنا، فيها اكتر من 4 مودات منهم انها ممكن تكوي الحرير والصوف والكتان. المكوى دي بكل المقاييس حلوه جدا، وفي منها الوان بس اللون ده اللي عجبني جدا. بالنسبه للمكوى دي زي ما انت شفت المكوى دي حلوه جدا، ناعمه جدا. تجيب انهي من الاتنين ده اختيارك انت، يعتمد عليك انت حابب تكوي كده ولا حابب تكوي كده. انا عن نفسي بحب الاتنين، والاتنين كويسين، بس دي استخدمها في السفر، دي مش هستخدمها في السفر. دي ما بتاخدش مكان، دي بتاخد مكان. دي تقيلة سنة، دي أخف سنة، بس دلوقتي الاتنين أخف بعض. دلوقتي في تطور في المكاوي. الاتنين طبعا معاهم ضمان سنة. لو حابب تشوف المكوى ده تفاصيلها في الريفيو اللي احنا عملناه واحنا بنكوي بالظبط بالتفاصيل، وتشوف شكلها عامل ازاي، فاحنا كوينا بدي في التفاصيل في فيديو هسيبهولك تحت في الديسكريبشن، تقدر تتفرج عليه وتشوفه عامل ازاي. وده كان فيديو سريع عشان تختار انهي مكوى انت حابب تجيبها. الاتنين قدامكم، الاتنين تقارنوهم مع نفسكم وتشوفوا انهي الاحسن. انا اختياري زي ما قلت
البخار لانها اسهل وحلو في السفر. دي بالنسبه لستات البيت كتير هتبقى عمليه، لان في ناس كتير متعوده عليها. الفيديو ده استفدتوا منه وعجبكم، يا ريت تسيبوا لي لايك وتدعموني باشتراك عشان اقدر اكمل فيديوهات من دي كتير. وما تنسوش طبعا تتفرجوا كل الفيديوهات اللي انا بعملها من سفر وثائقيه وتجرب اكل ايه في محافظات، وان شاء الله الفيديوهات دي تعجبكم. مع السلامه.